ياسر ابراهيم، قفشه، السوليه، قندوسي، الشحات، شريف. يعني عنده تيم كبير، وعنده وكمان شادي حسين، وعنده الحسين، وعنده رامي ربيعه، وعنده تيم مش هيلعب بناشئين، ولكن النادي الاهلي شايف طبعا هو اللي عارف ظروفه، والاداره اختارت او الجهاز الفني والاداره اختاروا ان هم يريحوا اللاعبين، فدي شأن داخلي. لكن انا شايف ان النادي الاهلي طالما بطل افريقيا واكتر ده اكتر فريق حصل على بطولات في افريقيا، فاعتقد ان يعني لو كان عايز يشترك كان عنده القدره ان هو يشترك، لان النادي الاهلي عنده قطاع كبير جدا، فريق اساسي زائد قطاع ممكن يكمل بيه من الشباب اللي موجودين. فاكيد طبعا احنا البطوله يمكن وضعها انا شايف انه مهم للانديه كلها. كان كولر يا كابتن حسام تشارك في كاس الرابطه؟ بص، انا مش عايز اتاخد عليا ان انا بقول ان انا بقول النادي الاهلي عارف ظروفه وحسبها والاداره، فدي اكيد هم اللي شايفين الاصل. هم يا عم بوس ايدك شعر وطعن انك صعدت وهتلاعب الاسماعيلي وممكن تاخد بطوله. قال لك سيب حاجه للغلابه. ليه؟ لان النادي الاهلي في مباراه صن داونز خاطب الاتحاد الافريقي وقال له لا، شكل لجنه وتراقب وممكن يحصل تلاعب والامور دي، وده كان فيه تشكيك مجرد الطلب ده تشكيك في اللي هيعمله نادي صن داونز في مباراه امام الهلال. واحنا بنتعامل لا ده حق، لا مش مين اللي قال لحضرتك كان في لجنه لا في المباراه الاهلي طلب الطلب. مين اللي قال؟ الاهلي طلب. لا هات لي لا هجيب، لا انا هجيب قلنا اي حاجه. بص في مطالبات المباريات ما حدش قال الكلام ده، بس اهدى بس ما تخترعش، بس ما تقاطعنيش، ما تخترعش، مش مقاطعه. انت بتبني على هنكون صراحه. لا في عندنا ناس وفي جهات اعلاميه وبيتناولوا المباراه بشكل لا يليق. خلينا نتفق، زي ما بيحصل اخطاء من جانب الهلال في اخطاء من عندنا، نبقى نكون واضحين، وده مش عيب ان احنا نقوله، لان احنا نبقى صراحه مع نفسنا. في اخطاء من عندنا، في ناس بتقول الفاظ وناس بتشتغل في قناه الاهلي، وناس مصطلحات بتتكتب وعلى السوشيال ميديا لا يجب ان تذكر عن الهلال السوداني او غيره من اي فريق هيجي يلعب في مصر. اي فريق كوره من افريقيا ولا من خارج افريقيا هيجي يلعب في مصر كامل الاحترام والتقدير ليه. احنا مصر وبلد مضيافه وبلد كريمه ولا الاهلي بعت لجنه ولا اي حاجه، ما تقعدش تهجص. قال لي بعت لجنه عشان ماتش الصن داونز وبتاع ولا اي حاجه، وان شاء الله نكسب الهلال السوداني وكل جمهور الخصوم هيعاني.